الا كنتو حتى نتوما من عشاق الحامض ضروري ما تجربوا هذا الكلاص هذا، كيجي منعش وكريمي ما تفرقوش نهائيا بينه وبين اللي كتشريو. سجلوا عندكم الوصفه وندوزو مباشره لطريقه التحضير. وفي بول كيف كتشوفوا معايا كنعمل واحد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، كنزيد قشور 2 حامضات وكنخلط كلشي بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف واحد 300 ملل ديال الحليب اللي كيكون بارد، وغادي نعاود نخلط كلشي مزيان. صافي غادي نزيد واحد العلبه ديال الكريم شونتي وغادي نحاول اني نطلع الكريمه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا ما كنطلعوهاش مزيان. صافي بعد ما كتوصل لهذا لو هذا غادي نضيف عصير 2 حامضات، وهنا غادي نزيد واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الحليب المركز المحلى. راه كنت شاركت معكم الطريقه ديالو كيفاش تصايبوه في الدار، غادي تلقاوها في الفيديو اللي قبل. صافي غادي نعاود نخلط كلشي مزيان حتى كطلع لنا هاد الكريمه هادي. ومن بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الملون الاصفر، هنا كيبقى اختياري تقدروا ما تزيدوش، فقط على حسب اللون. وصافي كنعاودو نخفقوا كلشي مزيان وكنفرغوا الكلاص ديالنا في شي علبه، كندخلوا المجمد واحد 6 ديال الساعات حتى كيبرد وكيتماسك.